واقفين هنا بسبب الاحتكار والحالة المتردية اللي وصلها أصحاب البازارات والعاملين في البازارات من الاحتكار والمنافسة الغير شريفة لأصحاب السناتر، وخاصة اللي هي التركية منها، لأن هم بيبثوا معلومات مغلوطة لدى الزبائن وبيفهموهم إن المصريين ما تتعاملش معاهم، هيسرقوكم ويغلسوا عليكم وما تتعاملوش مع مصريين، ولما تحبوا تشتروا حاجة احنا هناخدكم لسناتر معينة محترمة بأسعار كويسة، والسناتر دي تبع الحكومة المصرية عشان ما تقلقش، وبيخوفوهم مننا، ودي منافسة غير شريفة. احنا ما بنقولش لحد ما تستثمرش هنا، ولكن نافس منافسة شريفة بس. احنا طبعا واقفين عشان القضيه اللي ادينا 3 سنين بنتكلم فيها، قضيه العماله الاجنبيه الغير شرعيه. متضامنين مع زمايلنا من البازارات. للاسف كل المحلات اللي موجوده دي ما بتشغلش عندها غير عماله اجنبيه. يعني الدوله مش بتستفاد حاجه، لا بتدفع ضرايب ومشغلين عماله اجنبيه، وفي الاخر المستفيد الوحيد من القصه دي كلها الراجل صاحب البيت اللي مأجر البازار ده. فمش معقول يبقى عندنا ناس مصريه بطاله مش لاقيه تشتغل، ومحل زي كرجار ده مشغل 250 واحده اجنبيه. ده يرضي مين؟ احنا مطالبنا فقط تنفيذ قانون العمل. قانون العمل 12 سنه 2003، الترحيل الفوري للعامل الاجنبي الغير شرعي. الشرع اللي معاه تصريح على راسنا من فوق. احنا عايزين رحمه الاول تبقى في قلوب، من اول محمد مرسي لحد اصغر بني ادم فيك يا دوله. الناس دي مش لاقيه تاكل، الناس دي النهارده وقفت بويفط، بعد بكره مش هتعرف تقف بويفط. هتتكلم دلوقتي بتتكلم ببقها، بعد كده هتتكلم بايديها. عايزين نرحم الناس. كل واحد مستثمر جايب له عامل له مول وسايب صاحب البازار الصغير ياكل زي السمك مش لاقي ياكل. ده مش منطق ولا عدل. عايزين نتكلم بما يرضي الله. وزير سياحة ايه اللي هو مش شغال وما شفناش منه اي حاجة؟ رايح ايران يجيب لنا زباين؟ يا